ازاي تتكلم انجليزي في اقل من 5 دقايق، ولا اقول لك ازاي تتقن الانجليزيه في اقل من اسبوع؟ بتقول ايه؟ مفيش كلام من ده يا جماعه، محدش يصدق الكلام ده، ولا حد يقول لك ازاي تتعلم انجليزي في اقل من 5 دقايق، ولا حد يقول لك ازاي تتعلم الانجليزي في اقل من ساعه، ولا يقول لك خد الكتاب ده كيف تتقن اللغه الانجليزيه في اقل من اسبوع، في اقل. الكلام ده مفيش منه. في الفيديو ده هقولك ازاي تتعلم الانجليش من الصفر، وهتعرف كمان ايه هي افضل الطرق لتعلم اللغه الانجليزيه، وهقولك كمان في نهايه الفيديو ايه هي افضل المنصات سواء المجانيه او المدفوعه اللي انت تقدر تدرس فيها وتتعلم اللغه الانجليزيه وانت في البيت. رأي كتير، يلا نبدا الفيديو بتاعنا. انا عيد مدحت وانت هنا عشان تعرف ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه من الصفر. يلا بينا. اولا كده وقبل اي شيء، ليه تتعلم انجليزي؟ ليه مهم انك تتعلم انجليزي؟ الاجابه ببساطه لان اللغه الانجليزيه يعتبر من اشهر اللغات على مستوى العالم، وتعتبر international language، يعني لغه دوليه. هي اللغه اللي بيتكلم بيها معظم سكان العالم. انت لو قابلت واحد ايطالي هيكلمك انجلش، تمام؟ لانك انت ما تعرفش ايطالي. الفرنسي وهكذا تتكلم انجلش. فاذا هي من اشهر اللغات على مستوى العالم. اهميه ثانيه ان المؤسسات كلها النهارده بتتطلب منك انك يبقى عندك لغه انجليزيه. معاك لغه انجليزيه، وظيفه افضل، راتب افضل. الفكره الأولى بتاع الفيديو بتاعنا وهي ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه من الصفر. ازاي؟ في البدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت لازم تتعلم الحروف. اللغه الانجليزيه او اي لغه انت بتتعلمها جديد لازم تبقى عارف الحروف بتاعتها، وكمان تعرف الارقام بتاعتها باللغه الانجليزيه، والحروف تعرف اسم الحرف وتعرف صوت الحرف، لان اللغه الانجليزيه فيها 26 letters، فيها 26 حرف، وفيها 44 sounds، 44 صوت. بعد كده تبدا تحفظ كلمات ويبقى عندك حصيله كويسه من الكلمات والجمل، وتبدا كمان تثبت معاك اهم الكلمات والجمل الدارجه في الحياه اليوميه. بعد كده طبعا انت محتاج تظبط الجرامر بتاعك عشان الجمل بتاعتك تطلع مظبوطه. كمان عندك مهارتين مهمين جدا، الا وهما مهاره التحدث والاستماع، انك تسمع كويس عشان تقدر انك تتكلم كويس بطريقه كويسه. انت محتاج كمان بعد كده انك تسمع كتير، سواء افلام او مسلسلات اجنبيه او حتى بودكاست، وتحاول انك تستخدم عمليه الايميتيشن انك تقلد، تحاول انك تسمع الجمله وتقولها تاني. ده imitation، تقليد. ان اللغه ممارسه، practice makes perfect، الممارسه تؤدي الى الاتقان. على فكره في اي حاجه كده الممارسه بتؤدي للاتقان. كمان عندك مهاره مهمه جدا وهي القراءه. اقرا يا غالي، احنا امه اقرا اصلا. فكل ما قرات اكتر كل ما تعرضت على كلمات جديده ومصطلحات اجدد وعلى جمل اجدد، فده بيساعدك ان انت تكون عندك حصيله لغويه كويسه فتقدر تتكلم بيها. اقرا قصص قصيره او مجلات او قصص طويله او اخبار. ابلكيشنز كتير لصحف عالميه، ومنها الواشنطن بوست والتايمز والبي بي سي. هسيب لك لينك للابلكيشنز ديت في الديسكربشن بتاع الفيديو. اقرا على قد ما تقدر. الفكرة الثانية لتعلم اللغة الإنجليزية هي إيه هي أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية؟ أنا شايف من وجهة نظري أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية وهي حضور الدروس أو الدورات التعليمية. ممكن إنك تشترك في دورة سواء أونلاين أو أوفلاين، بحيث إن أنت يبقى عندك حد يديك الفيدباك أو يقول لك أنت كده ماشي صح او خطا. بما اننا احنا بنتكلم في الفيديو ده عن تعلم اللغه الانجليزيه او ازاي تتعلم اللغه الانجليزيه من البيت وبشكل مجاني، ندخل على النقطه الثالثه واللي انت مستنيها، وهي ايه هي اهم المنصات اللي انا اقدر اتعلم منها اللغه الانجليزيه. طبعا عندك طبعا منصات مجانيه وفي منصات مدفوعه. من المنصات المجانيه عندي منصه اسمها ديلونجو. المنصه ديت عليها دروس كتير مجانيه بتركز على الفور سكيلز بتاع الانجليش، اللي هم السبيكينج والريدنج والليسننج، الكتابه والاستماع والتحدث. عندي منصه كمان مجانيه اسمها ميمورايز. المنصه دي بتركز على برضه الفور سكيلز وبتركز على التركيب النحويه والترجمه والكتابه والقراءه. عندي برضه منصات مدفوعه زي بابل. منصة بابل هي منصة مهتمة بتقديم دروس عن تعلم اللغة الإنجليزية بالنسبة للمبتدئين، برضو منصة كويسة جدا. عندي برضو كمان من المنصات المدفوعة هي منصة روزيتا ستوديو. دي كلها منصات تقدر تتعلم منها اللغة الإنجليزية أونلاين وأنت قاعد في البيت، سواء مجانية أو مدفوعة. كل لينكات الابلكيشنز أو المنصات ديت هسيبها لك في الديسكربشن بتاع الفيديو. خلاصة إنك تتعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أو أي حاجة في الدنيا محتاجة منك وقت وجهد وصبر، ومع الوقت والمثابرة هتلاقي نفسك بتتقدم كل مدى خطوة عن المرة اللي قبلها. فانت محتاج انك تصبر، انك تدي وقت اكتر للتعلم، وبكده هتوصل للي انت عايزه. وطبعا زي ما انت عارف اهم حاجه البراكتسنج، لان البراكتس ميكس بيرفكت، الممارسه تؤدي الى الاتقان. وديت لانجوج، ديت لغه
لغة يعني ممارسة، يعني تتكلم كتير، يعني تسمع كتير، يعني تقرا كتير. وفي نهاية الفيديو بتاعنا أتمنى الفيديو ده يساعدك على الانطلاق في رحلتك اللغوية، وشكرا على متابعتك للفيديو ده، وأتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسناش بالدعاء، وسلام.